خبز الزعتر الأخضر الفلسطيني الشهي بجنن الغرقان بزيت الزيتون وحشوة الجبن الموتزاريلا مع كاسة شاي بالمرامية، ولا أروع لتكمل الطقوس الفلسطينية الشهية. يلا نشوف كيف خطواته على السريع. شوفوا الحشوة اللي بتجنن، شوفوا قديش قطنة، شوفوا الجبنة الخطيرة، شوفوا بسم الله ما شاء الله، يا عيني على الجمال، مش قادرة بجد أوصف لكم الريحة والطعامة. مكونات وصفتنا حبيباتي زي ما ظاهر عندكم، حطيت هنا 2.5 كوب من الطحين الدقيق الفاخر المنخول، رح أنزل عليهم بنص كوب من الزيت النباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وراح أضيف عليهم معلقة من الزبدة. بسم الله. وراح أضيف عليهم معلقة من الخل، وأخفق المكونات كتير كويس مع المادة الدهنية. خفقنا المقادير زي ما واضح قدامكم، الطحين مع المادة الدهنية. رح حاليا أحط باقي المكونات الجافة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر بتساعد على زيادة هشاشة العجين هي والخل، ونعادل التست بملح. وهنا عنا حبيباتي السائل رح نعجن فيه كوب من الحليب الدافي مذاب فيه معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وبندوبهم كتير كويس لغاية لما يصير فيهم فوم واضح زي ما ظاهر قدامكم. بسم الله. شوفوا كيف بجنن، صار كله زي الفوم. وحاليا بأضيف الزعتر الورق الأخضر بعد ما غسلناه كتير كويس وقطعناه كده زي ما ظاهر قدامكم، وراح أعجن كل الخليط اللي ظاهر قدامكم. وهاي عجينتنا الحلوة بعد ما عجناها كتير كويس، شوفوا بتجنن. حاليا راح أتركها مدة ساعة كاملة لغاية لما تتخمر كتير كويس، ونشوف كيف طريقة التشكيل. وهاي حبيباتي بعد ما مر من الوقت ساعة كاملة على عجينتنا، عشان الدنيا شتاء، بالشتاء ساعة كاملة وبالصيف اوريدي مع حرارة الجو نص ساعة. وشوفوا بعد ما خمرت بسم الله ما شاء الله قديش بتجنن. حاليا حبيباتي اسمحوا لي بالعجين لازم نشتغل بايدينا، مش رح البس الجلافز. اول شيء رح امسح ايدي مسحة بزيت الزيتون زي ما ظاهر قدامكم، واخد قطعة قطعة. شوفوا العجين بسم الله ما شاء الله، واكورها كده بزيت الزيتون كتير كويس حجم القطعة اللي انا راح استخدمها، وراح اكورهم كده كلهم بنفس التكنيك. حاليا حبيباتي بعد ما كورنا خبز الزعتر الاخضر الشهي بجنن وغلفنا الصينية اللي راح نشتغل فيها بزيت الزيتون، وهنا عنا راح نحشيهم بالجبنة الموتزاريلا. شو راح نعمل؟ اسمحولي برضو انه راح نشتغل بايدينا بالعجين، راح نفردها كده كتير كويس. شوفوا العجينة بسم الله ما شاء الله قطنة من قبل ما تنخبز. وشو رح نعمل؟ راح نضيف قطع من الجبنة الموتزاريلا ونسكر عليها من جميع الجهات، ونرجع نكورها تاني بنلملم العجينة كده كتير كويس، ونرجع نكورها كده. راح تتسكر معنا من جميع الجهات، ونكورها كده وزي ما ظاهر قدامكم، ونحطها بالصينية بنرصصها، وراح اشتغل بباقي الكمية زي ما واضح قدامكم. وبعد ما حشيناهم حبيبات كتير كويس بالجبنة الموتزاريلا واي نوع جبنة متواجد عندكم، راح نغرقهم بزيت الزيتون زي ما واضح قدامكم كده. نغلفهم بزيت الزيتون من جميع الجهات، لاني طبعا زعتر لازم زيت زيتون، وتشموا الريحة الخطيرة والطعم الأروع بتجنن. شوفوا قديش قطنة، شوفوا الجبنة الخطيرة، شوفوا بسم الله ما شاء الله، يا عيني على الجمال، مش قادرة بجد أوصف لكم الريحة والطعامة. بتمنى يا رب تعجبكم وتجربوها، لأن بجد
وصفة من القلب الفلسطيني لقلوبكم جميعا. تحياتي لكم كتير. باي.